السلام عليكم. لو مش بتتابعوني أنا شيماء، يا ريت تتابعوا قناتي، يا ريت تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده بكوباية دقيق وكوباية مية هنعمل حلويات سهلة وبسيطة، أحلى وأخف من بلح الشام وأطعم من الزلابية وصوابع زينب. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض بطريقة سهلة واقتصادية ومش هتاخد منك وقت كتير ومش هتكلفك. شايفين طعمتها ازاي وشكلها ولونها الذهبي وقرمشتها وغرقانة في الشربات بتاعها. تعالوا نشوف الخطوات خطوة بخطوة، تابعوني. أول حاجة على النار هنعمل السيرب بتاعنا. هنحط كوباية من السكر وعليها نص كوباية من المية. ده المقدار بتاعي، وهحط عليه عصرة نص ليمونة. وطبعا الحاجة اللي أنا بحب أحطها نص كده شريحة ليمون كده بتاعتي. لو انت عندك حبهان ممكن تحطي واحدة، لو عندك عود قرفة ممكن تحطي حتة منه. يعني المنكهات دي براحتك بقى. هنا هنسيبه يغلي. مدة الغليان بتاعته هتبقى بالظبط 5 دقايق أو 6 دقايق علشان يتقل معانا، احنا عايزينه تقيل. هنا بقى لو عايزة تحطي فانيليا حطي، أنا حطيت هنا معلقة صغيرة من مية الورد. انت عايزة تحطي فانيليا، حابة تحطي قرفة أو حبهان أو أي حاجة حطي. هنا هنجهز الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنحط كوباية من المية وعليها معلقة من السكر. كل ده على البارد، لسه أنا محطتوش على النار. وعليها ذرة كده من الملح علشان تدي طعم ونكهة كده للحلوى بتاعتنا. وهنا 3 معالق كبار من الزيت. لو وصلت لهنا فضلا وليس أمرا اعملي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، وياريت تفعلي الجرس. زي ما قلنا هنا هنحط 3 معالق كبار مليانين من الزيت. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. انا هحط معلقة صغيرة من مية الورد هنا. اول ما تغلي المية كويس معايا هتوصل لدرجة الغليان، ممكن تحطي فانيليا. انا حطيت هنا مية ورد برضو. اكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد، انا بحبكم كتير. هنا بقى اهم حاجة المية بتاعتي توصل لدرجة الغليان. هنا هنحط لها كوباية من الدقيق. هنقلب كده. هندخل الدقيق مع المية كويس. ننزلها كده من على النار ونقلب كويس. اهم حاجة يبقى القوام كده متماسك اهو، شايفين. هنقلب كويس كده مع بعض علشان يمتزج الخليط مع بعض كويس. هنا السيرب بتاعي كان خلاص، هسيبه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. انا مش عايزاه بارد خالص ولا عايزاه سخن، انا عايزاه بدرجة حرارة الغرفة. هنا الخليط بتاعي هكمل تقليب فيه. بعد كده هبدأ اعجنه. اول ما يهدى شوية، مش هسيبه يبرد خالص، انا هعجن هو وشوية دافي. لو ايدي هتستحمله انا هعجن على طول. اخده كده على الرخامة بتاعتي او على سطح العمل هنا، وهفضل اعجن فيه. انا عايزة القوام ناعم جدا، مش عايزة اي يعني اي تشققات او اي حاجة كده. هو شايفين لما اضغط عليه كده ما بيبقاش مشقق او بيبقى مثلا يعني ناشف كده او حاجة. العجينة ملساء وطرية وجميلة جدا اهو، شايفين. هعملها بدون زبدة بدون بيض بدون اي حاجة تاني غير 3 معالق زيت بالظبط، ومعلقة السكر، وكوباية كوباية الدقيق وكوباية المية. هم دول المكونات الأساسية بتوعه. حرية الاختيار عندك، لو مش حابة مية الورد حطي فانيليا.
تمام كده هنكمل عجن. كده كنا خلاص، العجينة معانا بقيت كده طرية وجميلة اهو، مهما اضغط عليها ما بتشققش. هنبتدي هنا نشتغل بيها خلاص، هنغطيها الأول تهدى كده ويعني ترتاح شوية علشان تبرد. أهم حاجة هنا تبرد تماما. حطها في كيس بلاستيك علشان ما تنشفش معايا. هتلفيها فيه كده، او اي ستريتش رول عندك او اي حاجة تلفيها فيها بحيث ان هي ما تاخدش هوا. تمام، هنا كانت ارتاحت خلاص وبردت الحمد لله. كده هنشتغل بيها على طول. نضغطها كده ضغطتين علشان نمشي العرق بتاع العجينة كده كويس اهو. هنجيب كيس بلاستيك هنا او اكياس تلاجة او اي حاجة كده معاكي في البيت. انا كيس تلاجة هنا فتحته كده، قصيته وقطعته نصين من غير اي دقيق او زيت او اي حاجة. انا هشتغل بيها على كده، محطش عليها اي حاجة، هشتغل بيها كده. بدها كده بالنشابة عندي او بالفرادة زي ما انتوا بتقولوا عليها. السمك بتاعها لا هو يبقى خفيف ولا يبقى سميك، يبقى متوسط السمك. لا هي تخينة وسميكة ولا هي رفيعة ما تنفش مني. هي طبعا هتبقى بتلزق شوية، فاحنا ما نحطش اي حاجة. اهم حاجة ان احنا ما نحطش عليها دقيق ولا زيت ولا اي حاجة. هي كده تمام وهتمشي معانا كويس. هوريكوا السمك بتاعها. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ لا هو سميك ولا هو رفيع، يعني كده المتوسط المظبوط. انا مش هستخدم قطاعة هنا الاول. انا هوريكم كده ان انا ممكن استخدم اي حاجة موجودة عندي في البيت. انا هستخدم بس كوباية، يعني الكوباية الازاز بتاعتنا العادية بتاعت الشاي. لو انتي حابة اصغر ممكن تشوفي غطا اي حاجة، غطا علبة، غطا علبة مربى، علبة نوتيلا، اي حاجة. انا هنا عملتها بكوباية الشاي. هضغط كويس عشان تطلع معايا، هتطلع بكل سهولة. اهم حاجة مضغطش على العجينة علشان ما تخرجش الهواء اللي هي فيه. نكمل تقطيع كده بالكوباية بتاعتنا. خلصت الكمية بتاعتي. هلم باقي العجينة الباقية كده وهلمها تاني علشان اكورها واعجنها كويس واقطعها مرة تانية. بنلم الزايد كده من العجينة علشان نكوره مرة تانية. طبعا هنا انا مش هسيب الشكل كده دايرة بس. انا هنا جبت المعلقة الخشب بتاعتي او اي حاجة عندك، فهفتح فتحة في النص كده، هعملها شبيهة بالدوناتس كده اهو، بس صغيرة شوية. لو انت حابة توسعي الفتحة اوكي ماشي، مش مشكلة. الشكل والتزيين ده على حسب رغبتك انت. يعني عملت كده حاجة اقتصادية وسهلة كده، ان انت بسيطة تعرفي تعمليها اهو. هنخلص الكمية بتاعتي دي وهشوف هعمل شكل ايه تاني. لميت هنا العجينة اللي هي باقية، هلمها كويس
تمام كده. هكورها علشان افردها، اهم حاجة اكورها واقفلها كويس من تحت. هنا بقى كانت القطاعة القلب معايا، فانا كملت تقطيع بيها علشان الاولاد يحبوها. شكلها جميل كده وصغننة اهو، شايفين شكلها عامل ازاي. هكمل تقطيع باقي العجينة بيها. اي شكل انت عايزة تعمليه يعني اوكي ماشي، اي شكل حباه، مربع، مدور، مستطيل، اي حاجة عندك موجودة. ما تقفيش على التشكيل في اي حاجة، يعني اي حاجة تنفع. اهم حاجة تمشي على الخطوات كويس علشان تبقى عجينة ناجحة معاكي. هي سهلة وبسيطة مفيهاش اي تعقيدات. لو نفسك في اي حاجة حلوة في اي وقت تقدري تعمليها من غير اي تكلفة، يعني سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا، قريب جدا من الزلابية وبلح الشام وصوابع زينب، يعني نفس الطعم جدا. ممكن العجينة دي تشكليها بقمع بلح الشام عادي خالص يعني، بس انا حبيت اغير الشكل يعني عشان يبقى ما بيبقاش تقليدي. برضو هعمل لها كده فتحة كده في النص علشان تديني شكل جمالي يعني. هكمل باقي الكمية، هنا كنت خلصت باقي الكمية بتاعتي. شايفين جمالها حلو ازاي. هنا بقى المرحلة يعني اللي قبل الأخيرة ان انا هقليها في الزيت كده في طاسة على النار. هنا هشوف بقى الزيت بتاعي سخن ولا لا بطرف المعلقة، لا ما كانش سخن كويس يعني. اهم حاجة يسخن وبعد كده اهدي النار. النار تبقى وسط، ما تبقاش هادية خالص وما تبقاش عالية. هاحط هنا القطع بتاعتي. شايفين كده أول ما بتدخل الزيت كده علشان الزيت سخن بتنفش كده وبتعلى. لو وصلتوا لهنا يلا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منقلبهاش، هنسيبها كده علشان تنفش وتعلى معانا. أول ما هتبتدي كده أحسها عليت خلاص هروح أقلبها على الناحية التانية. ريحتها من أول ما نزلت في الزيت كده يعني حسيت نفسي إن أنا روايح رمضان هلت علينا كده. يعني طعمها جميل وريحتها جميلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. أهو كانت هنا ارتفعت، فأنا هقلبها على الناحية التانية عشان تكمل باقي السوا والارتفاع بتاعها. أنا هجيب الطبق اللي أنا هخرج فيه الحلويات بتاعتي. لسه بس كده عايزاها تاخد لون. هوريكم الارتفاع بتاعها بس مش أكتر. شايفين ارتفعت ازاي أهو، من غير بيض ولا زبدة ولا بودر ولا أي حاجة ولا بيكربونات ولا أي حاجة رافعة. صدقوني هتعجبكم جدا. هنا كانت خلاص لونها بقى ذهبي كده وجميل. شايفين حلوة ازاي اهو الارتفاع بتاعها، هي ما كانتش كده خالص، هي ارتفعت جدا وشكلها صغنن كده وحلو اهو. باقي الكمية نحط الشكل التاني علشان نشوف احنا عملناه ازاي. نفس طريقة السوا ان الزيت يكون سخن وبعد كده نهدي شوية على النار. يعني ما يبقاش النار ما تبقاش هادية خالص ولا عالية خالص، تبقى متوسطة. اهم حاجة ناخد بالنا ان النار تبقى متوسطة ما تبقاش هادية علشان تنفش معانا. برضو ما نقلبش لحد ما ترتفع وبعد كده نقلبها. انا بس ببعدهم كده من بعض. كده كانت خلاص اهي.
ارتفعت، فانا هقلبها على الناحية التانية. هنا كان خلاص استوت وادتني اللون الحلو الذهبي اللي انا بحبه، مقرمشة جدا وطعمها جميل. وكمان لما تتحط في السيرب او في الشربات هيبقى شكلها حلو قوي. هنخلص باقي الكمية وارجع لكم تاني. خلصت الكمية بتاعتي هنا اهو. عملت بالظبط يعني من 28 قطعة او 25 قطعة، انا مش فاكرة علشان الاولاد اكلوا منها كتير، فانا مش فاكرة بالظبط كام قطعة. على حسب، كل ما هتصغري في القطع او يعني هتصغري في التقطيع بتاعك هتديكي اكتر يعني. وبعدين كوباية دي عملت كمية حلوة، يعني انت لو عملتي كوبايتين هيعملوا لك اكتر من كده. سهلة وبسيطة، ولو عندك ضيوف يعني سهل جدا ان انت تعمليها. مش هتاخد منك غير 10 دقايق، ربع ساعة بالظبط، وهتكوني جهزتيها. شايفين؟ 5 دقايق بالظبط. اقلب تقلبتين كده في الزيت علشان يعني تدي لمعة حلوة كده. المفروض اطلعها على مصفى، بس انا كنت مستعجلة فاحنا يعني ما استناش، اكلناها على طول. انت لو حابة تصفيها هتصفيها على مصفى كده خفيفة، وتصفي السيرب بتاعها الباقي اللي هو الزايد. هنا كنت خلصتها كلها، حطيتها كلها وزينتها برشة جوز هند. التزيين برضو اختياري، لو عندك اي نوع مكسرات ممكن تزيني بيه. سهلة وبسيطة ومقرمشة من جوه ومن بره، يعني من جوه طرية ومن بره مقرمشة، فطعمها جميل جدا. شايفين؟ معسلة كده زي ما احنا بنقول. طعمها يعني تحفة. زي ما قلت أقرب طعم لصوابع زينب وبلح الشام، وأحلى كتير من الزلابية. طعمها جميل جدا لا يقاوم، شاربة الشربات بتاعها وطعمها جميل جدا. لو عجبتكم الوصفة، لايك وشير وسبسكرايب ما تنسونيش، وإن شاء الله تعجبكم. جربوها واكتبولي في الكومنتات ان انتوا جربتوها. انا مش قادرة اقاوم طعمها، يعني طعمها جميل جدا. سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت كتير. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبتكم الوصفة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.